نشوف بس كده بكام. هي بكام الطرحه؟ ده 75 و75 ده 60. اول مره اصور بناطيل جينز او شريطه جينز ب 15 جنيه. انا شايفه هنا الاسعار حلوه. 25 جنيه جيب كمان. مفيش سكيني؟ مفيش سكيني. اللي عندك هو البوي فريند والوايد ليج. جاي بكره ب 100 جنيه. في سكيني جاي بكره بامر الله ب 100 جنيه. فرصه حلوه بقى الناس اللي بتدور على مقاسات كبيره في الشريطه ان شاء الله هتلاقي في شريطه جينز، في جبردين، في قطن، وكله جديد بالتيكت مش مستخدم. افضل يوم انزل في الوكاله بيكون امتى؟ افضل يوم لنزول الوكاله لو هنشتري لبس بس. في عنده هنا بناطيل بيبيهات ب 10 جنيه. محلي هنا ده شغله بواقي تصبيغ. بصوا حاجات بالتيكت اهي، استرتشات. بصوا في حاجات بالتيكت اهي، براندات فعلا. معظم الشغل اللي عنده بيبقى براندات بلجيكي يا جماعه. بصوا بالتيكت ب 25 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا موجوده في وكاله البلح يوم سوق الجمعه. ان شاء الله في فيديو النهارده هناخد جوله في شارع 26 يوليو. الجوله هتبتدي من اول زكي السماك يا جماعه. هنشوف بقى اسعار الاستندات اللبس واحنا ماشيين، اللبس الحريمي، اللبس الرجالي، الاطفالي، اي حاجه او اي ستاند في المكان نفسه هصوره لكم واحنا ماشيين. زي ما انتم شايفين 85 جنيه شراويل واشرطه اهي، دي كلها جديده والوان وموديلات ومقاسات. انا مش حابه ان انا اصور كل حاجه بتفاصيلها لاني انا واخده جوله في شارع 26 يوليو واحنا ماشيين. هنشوف مع بعض الاسعار. 45 جنيه الشيرتات. استندات اللبس اللي انتم شايفينها دي قدام مطلع كوبري 15 مايو اهو. اقرب محطه مترو هنا لشارع 26 يوليو هيكون محطه مترو ماسبيرو. ده يعتبر اول سوق جمعه بعد العيد على طول. استندات اللبس هنا 50 جنيه الحريمي. معروف ان يوم الجمعه بتكون بلد جديده، الشغل كله جديد. في هنا برضو حاجات جديده بالتيكت. سلام عليكم. بصوا ب 75 جنيه. ده اونلي اهو. ده رجالي، هتلاقوا الوان، هتلاقوا ساده، هتلاقوا مشجر. واحنا ماشيين برضو هوريكم فين محطه مترو ماسبيرو. هي بيكون بينها وبين زكي السماك حوالي 3 دقايق او 4 دقايق مشي بالكتير بمجرد ما نخرج من المحطه. بصوا 35 جنيه 3 قطع ب 100 جنيه يوم الجمعه يا جماعه. واسعار يوم سوق الحد بتكون اقل من كده شويه. يعني يوم الجمعه بيبتدوا ان هم يعرضوا شغل كله جديد، بلاد جديده، فاسعارها بتبقى اغلى شويه. بعد كده الاسعار بتبتدي انها تقل شويه يوم السبت، واقل كمان سيكا يوم الحد علشان ده يوم سوق. استندات الشبل ب 100 جنيه. تيشيرتات تومي ماركات دي كلها جديده. هتلاقوا منها الساده والوان ومقاسات. عنده برضو اطفالي اهو ب 25 جنيه. دي استندات الشبل موجوده كل يوم يا جماعه، مش يوم الجمعه بس. قدام مدرسه ابو الفرج، قدام وزاره الخارجيه. انا زي ما اتفقت معاكم انا هاخد لكم كده يعني مقتطفات من على الستاند نشوف اللبس واسعاره. ده جديد كله زارا ب 75 جنيه اهو. في بريشكا كمان ب 75. ده كله جديد. لو الحاجه وانا بصور لو فيها ديفو للامانه انا هعرضه. 40 جنيه حريمي سن محير. عنده اطفالي كمان 35. 3 قطع اطفالي ب 100 جنيه. الاطفالي بقى عباره عن اولادي بناتي. بصوا شريطه للكوره، تيشيرتات كوره، بيبيهات كمان. 3 قطع ب 100 جنيه. بصوا في سن اعلى شويه اهو المحير ب 35 برضو. هناخد ال3 قطع ب 100 جنيه. وبرضو الستاند هنا متنوع، عباره عن بناطيل، اشرطه، تيشيرتات، وجيب جينز. في عنده بقى ستاند بناطيل. يعني انا مستغربه، انا عاوزه اعرف بس اسعار البناطيل دي. هو الستاند كده اي حاجه ب 25. يعني بصوا البناطيل ب 25 جنيه. يعني لفتت انتباهي. يعني انا كنت خلاص ماشيه بصوا لقيت لكم بنطلون ب 25 جنيه ومستورد. الشبل هنا انا اتعاملت معاه كتير وصورت عنده كتير في المحل. معظم الشغل اللي عنده بيبقى براندات بلجيكي يا جماعه. بصوا بالتيكت ب 25 جنيه اهو. واطفالي بصوا اعمار مختلفه ومقاسات. وبصوا موديلات كتير، استرتشات بقى وتيشيرتات. وعنده بناطيل كمان ب 65 جنيه بناطيل جينز حالتها ممتازه. كان من فتره صورت عنده بناطيل بوي فريند وسكيني كانت ب 65 جنيه على ما اعتقد او 75. يعني السعر يعني ما بين 65 او 75.
فبرضه محل الشبل او استندات الشبل يعني بيكون من الناس المميزه اللي كنت بحب اصور معاها. انا بقالي فتره كبيره مش بصور لبس، انا يعني اهتمامي كان اكتر بفروشات سوق الحد بقى، سواء في شارع بولاق الجديد او في شارع الوكاله والجراج. بصوا اللي بيطلب مني حاجه انا بنزل اصورها، فكان اهتمام الناس اكتر ان احنا كنا داخلين على موسم عيد بشغل الفروشات اللي موجوده يوم سوق الحد. وفي لبس كمان حريم 60 جنيه، طبعا ده كله ماركات. بصوا هتلاقوا موديلات كتير وحاجات بالتيكت 65. هنا محل الشبل او استندات الشبل. ايه بصوا هتلاقوا مقاسات كبيره وهتلاقوا سن محير، ماركات بقى مختلفه، وفي حاجات بكم. بس انا شايفه ان اكتر حاجه عجبتني هو الستاند ده، برضو نفس الثمن 65 جنيه اهو. شيميزات بصوا ماركه تيو دي ب 65 جنيه، الماركه دي غاليه، اعملوا عليها سيرش. 65 جنيه عند الشبل. يعني انا شايفه ان الستاند هنا فعلا حلو جدا اهو. في كاردينات تنفع سهره، شيميزات هنلاقي بصوا، وماركات كله ب 65 جنيه يا جماعه. احنا كده قدام وزاره الخارجيه. بصوا هنا محل تركي ستوك، انا صورت لكم فيه كتير قوي الصيف اللي فات، اسعاره برده مميزه. في شارع 26 يوليو 45 جنيه تيشيرتات جالي وسن محير وشبابي. ومحل تركي ستوك مفتوح طول ايام الاسبوع، عنده كمان بناطيل ب 25 جنيه، بناطيل نقعد بيها في البيت ساده مشجر. وفي بناطيل برده خروج فسكوس وب 25. وفي ب 25 كمان استريتشات قطن وليجن، حاجات نقعد بيها في البيت. وفي كمان استريتشات للجيم اهي ورا، وفي قطع جينز ب 25. هنا كمان ستاند ثمنه 45 جنيه. بصوا بناطيل جينز ليجن وسكيني وب 45 بدرجات بقى والوان الجينز كلها. في بص المقفز من تحت ده ب 45 جنيه والوان. ده محل تركي ستوك. في بقى الشغل الخليجي اللي هو الكويتي والاماراتي وكده، فساتين اهي دي سن محير ب 50 جنيه. وفي بناطيل جينز ودريسات برضو ب 50 جنيه. في ب 75 بقى شريطه رجالي وشريطه للبحر، شريطه قطن يتقعد بيها في البيت، وشريطه خروج جينز بدرجاته وجبردين. وفي كمان هنا عندنا استريتشات ب 45 جنيه. استريتشات بقى طويله قصيره اهو، وجايه بسكيني. بصوا في جيبه اهي سكيني، دي تنفع سهره اهي 45. واستريتشات نقعد بيها في البيت، واستريتشات اهي نخرج بيها، اعمار مختلفه. في كمان هنا ستاند ثمنه 35 جنيه، ده عباره عن فيستات بلوزات 35 سن محير. في هنا بقى تيشيرتات ب 100 جنيه، تيشيرتات الكرة اللي هي بتبقى اصليه، وتيشيرتات خروج شبابي وسن محير. هتلاقوا بقى مقاسات منها وموديلات. وفي قمصان ورا كمان اهي ب 100 جنيه. ده محل جنب تركي ستوك على طول. دي قمصان رجالي كلها مستورده بكم ونص كم. هتلاقوا مقلم، هتلاقوا ساده، هتلاقوا مشجر كارو ب 100 جنيه. احنا كده موجودين قدام متحف المركبات. في هنا برضو ستاند بناطيل ب 100، ده استريتشات بناطيل للجيم ب 100. في حريمي هنا ب 35 ماركات طبعا او مقاسات كبيره. يعني دوروا وقلبوا الوكاله كلها لبس، انا بجيب لك اقل اسعار واشهر اماكن. بصوا نيكست ب 35، وفي نفس الوقت يكون قريبه من مترو. يعني احنا كده قربنا على محطه مترو ماسبيرو. العربيات اللي في الشارع دي او الفروشات اللي في الشارع دي اللي بيكون عليها شريطه زي الكوتونيل، هو مفيش حد هنا نساله، هو تقريبا بيفطر جوه.
هتلاقوها موجوده كتير. الحزمه الحريمي والرجالي، حزام الوسط برضو هتلاقوه موجود كتير هنا في شارع 26 يوليو. يعني اي بياع بيبقى معاه العربيه دي بيبقى ليه مكان ثابت واقف فيه. هنا السندات ب 35 جنيه. بصوا ماركه نفنف. هتلاقوا باديهات، هتلاقوا تيشيرتات، توبات، حاجات نقعد بيها في البيت، حاجات نخرج بيها. بصوا وفسكوت ب 35. حاجات ناخدها معانا المصيف ننزل بيها البحر. احنا عارفين ان في المصايف بصوا كاشات ب 35 بنبقى محتاجين غيارات كتير. بصوا 35 كاشات قطن مستورده F&F وجديده. يعني انا شايفه ان هي حالتها ممتازه، جديده اهي الكاشات. في كمان ستاند تاني 35 جنيه. بصوا ده برضو حريمي وسن محير. هتلاقوا توبات وشيميزات وفيستات وكاشات، حاجات كتير جدا. في باديهات كمان برضو ب 35 اهو بالتيكت. بصوا ده ليكرا. في حاجات نخرج بيها هي قطن برضو 35 يا جماعه. فالاستندات اللي اسعارها بسيطه ما تستهونوش بيها، بيكون فيها قطع براند وبالتيكت ما اتلبستش خالص. احنا كده هنا انا بوصف لكم المكان بالظبط قدام متحف المركبات. الستاند اللي انا بقف اصور عليه بوصف لكم المكان. هنا ب 50 جنيه استندات لبس. احنا كده قدام او جنب محل اسمه محل تبارك. بصوا ب 50 جنيه قطع سهره، فيستات، قطع زي كده MS. ده شميز فسكوز. هنا في ستاند معلهوش سعر، في ستاند جنبه 125. اعتقد كده ان نفس الثمن 125. بصوا حاجات بالتيكت اهي استرتشات. بصوا هنا احنا موجودين قدام محل تبارك، عنده ستاندات ب 100 جنيه سن محير وحريمي. يعني لفوا الوكاله كلها، الوكاله مليانه ستاندات لبس واسعار مختلفه. 25 جنيه ده كله جديد. بصوا هتلاقوا نص كم. بصوا هتلاقوا القط ب 25 جنيه. هنا كمان ب 35. هما مغطينه بس علشان الشمس. دي كلها قط ب 35 ودي جديده. محل تبارك الشغل عنده جديد. بصوا 45 كمان نص كم. في عنده بناطيل ب 75. دي بناطيل كتان اهي. دي شراويل ايوه مقاسات. في اطفالي عنده ب 25 جنيه. الشريطه دي كلها جديده يا جماعه. هتلاقوا منها الوان وهتلاقوا مقاسات. في برضو عنده تيشيرتات ب 25. المحل هنا اسمه تبارك اهو يا جماعه. 25 جنيه هتلاقوا تيشيرتات مقاسات والوان. الوان كتير. دي كلها ستوكات. في عنده هنا بناطيل بيبيهات ب 10 جنيه وفالينات بيبيهات ب 10. هتلاقوا الابيض وهتلاقوا شريطه كمان ملونه وب 10 جنيه. وفي شريطه كمان ب 45 جنيه. بصوا دي شريطه رجالي كلها. دي ستوكات يعني دي بتبقى بواقي محلات او بواقي تصدير. مقاسات منها والوان ساده مشجر وب 45 جنيه. والمحل مفتوح طول ايام الاسبوع. ده محل اسمه محل تبارك وعنده اطفالي كمان والاسعار برضو حلوه، بتبتدي عنده من 10 جنيه. ان شاء الله هيبقى لنا فيديو اصور لكم معاه لان صاحب المحل مش موجود. خدنا كده مقتطفات من الشغل اللي موجود في المحل. 35 جنيه. بصوا دي ستاندات موجوده في شارع 26 يوليو قدام متحف المركبات. بصوا 35 جنيه. بناطيل الجيم، بناطيل فسكوز نخرج بيها، بناطيل نقعد بيها في البيت 35. وفي جبردين كمان. انا شايفه ان الستاندات دي اسعارها حلوه جدا، مش حلوه كمان دي اسعارها لقطه. وده الستاند اللي ب 35 ده حريمي وسن محير. كده الحاجه اللي هتبقى ملفته قوي للانتباه وهتعجبني هطلعها لكم ونصورها بتفاصيلها. بصوا ب 35 جنيه. برضو العربيات دي اللي عليها كابات وايس كابات وبيبيهات بقى وحريمي ورجالي وحاجات للبحر بتبقى موجوده في شارع 26 يوليو على طول. انا صورتها لكم في فلوج يوم الاحد. بصوا عنده الانساتي، عنده الاطفالي، عنده البيبيهاتي. ممكن تفاصلوا معاهم. يعني الناس دي اللي بتبقى معاها عربيات للفرش ده بيبقوا غلبه جدا
من السهل ان انتوا تفاصلوا معاهم. عنده كمان بصوا صنادل اهي بيبيهات دي سيليكون. بقول لك بكام الصندل ده؟ ده بواقي تصدير الصنادل دي. بصوا عنده تشكيل كتير. في لبس هنا كمان ب100 جنيه. طبعا اسعار اللبس بتختلف من محل لمحل وستاند لستاند وعلى حسب الماركه. 100 جنيه و75 جنيه ستريتشات، وفي كمان ب50 جنيه. مقاسات كبيره وموديلات ليدي. في كمان هنا برضو ب75 جنيه الستاند ده حريمي. وفي بناطيل ب50 جنيه. وفي جينز كمان برضو ب50 سكيني. وفي الوان منه. انا شايفه ان اللبس اسعاره حلوه. بصوا 50 جنيه كمان الستاند ده حريمي وسن محير. في مقاسات كبيره تيشيرتات. في هنا اطفالي ب35. يعني انا شايفه ان هم متفقين على سعر واحد بالنسبه للبس الاطفالي والحريمي. في قطعه نيكست ب75 جنيه اهي. ده الستاند كله ب75. بصوا ده اوف شولدر مقاس كبير وماركه. نفس الكلام 75 جنيه برضو وماركه تيو اهو. الناس اللي اول مره بقى بتتابعني، افضل يوم ننزل فيه الوكاله يا جماعه هو بيكون يوم الجمعه، لان انا بتسال كتير وانا عملت فيديو شورتس بخصوص الموضوع ده، ان انا افضل يوم انزل فيه الوكاله بيكون امتى. افضل يوم لنزول الوكاله لو هنشتري لبس بس بيكون يوم الجمعه. يوم الاحد انا بالنسبه لي يعتبر يوم مميز، لان بيكون فيه لبس ستاندات لبس كتير واسعارها بتبقى اقل من يوم الجمعه. وكمان بيكون فيه فروشات مش بنلاقيها موجوده طول ايام الاسبوع. فبالنسبه للناس اللي حابه تشتري لبس بس بيكون بصوا الستاند ده ب30 جنيه بيكون يوم الجمعه. وفي هنا صوريات ب250. ده جديد بالتيكت. بصوا ب250 دي صوريات كلها. دي خليجي مستورده مفيش حاجه محلي خالص. هما مغطينهم بس علشان الشمس. انا برضو صورتهم في جوله سوق الحد، بس طبعا الشغل النهارده مختلف. هما على طول بيجيبوا شغل جديد. هنا احنا قدام متحف المركبات. بصوا 65 جنيه بيبيهات. بالنسبه للناس اللي عاوزه تشتري لبس خليكوا يوم الجمعه، عشان يوم الجمعه بيكون براندات فرز اول وبيكون الوكاله هاديه جدا. بتقدري ان انت تلفي الوكاله كلها وتختاري. انما انت لو هتشتري لبس وحاجات تانية بقى من فروشات يوم الاحد اللي بتكون موجوده يوم الاحد بس، فخليكي يوم الاحد ويكون بدري. سواء بقى هتنزلي يوم الجمعه هتنزلي يوم الاحد انزلي بدري. بصوا الكوتشيات اللي هي برضو المستورده كتير في الشارع هنا في شارع 26 يوليو. دي محطه مترو ماسبيرو، ما بينها وما بين زكي السماك حوالي 3 دقايق مشي. بصوا 65 برضو اهو قريب و50 جنيه اطفالي. وهتلاقوا شريطه. بصوا حاله اللبس حلوه جدا 50 جنيه. ده اطفالي متنوع. برضو اللبس الشبابي والرجالي هنلاقيه موجود كتير هنا في شارع 26 يوليو. سألت برضو على اللبس الشبابي والرجالي. وفي كمان محلات هنا متخصصة في اللبس الجديد اللي هو اللي بالتيكت. بصوا ب75 للرجالي بقى والحريمي. وفي ستاندات اهي قدامنا ب35 جنيه. بصوا 35 جنيه حريمي اهو مقاسات كبيرة. والستاندات اللي بتبقى موجوده يوم الجمعه بتبقى موجوده طول ايام الاسبوع. في بقى ستاندات لبس بتكون موجوده يوم الاحد بس واسعارها بتكون اقل يوم الاحد بس. في هنا 75 جنيه. وفي هنا اشرطه دي رجالي كلها. ده كله جديد اهو بالتيكت ب150 جنيه. هنا المحل قدام محطه مترو ماسبيرو. ده رجالي كله مقاسات كبيره. فرصه حلوه بقى الناس اللي بتدور على مقاسات كبيره في الاشرطه ان شاء الله هتلاقي في اشرطه جينز، في جبردين، في قطن، وكله جديد بالتيكت مش مستخدم. زي ما قلت لكم في ستاندات لبس كتير في الشارع هنا بتكون رجالي وسن محير وحريمي.
بتكون في محلات كمان بتبيع لبس جديد بالتيكت مش بالة، بيبقى بواقي تصدير. بصوا 45 اهو، بلوزات وشيميزات. في كمان ب85 هنا برضو، حالة اللبس هنا ممتازة. هتلاقوا هاي ويست، هتلاقوا شيميزات. البلوزات اللي هي فيها تطريز دي حلوة برضو. في العبايات الخليجي برضو هنلاقيها موجودة هنا كتير، واحنا ماشيين قايلين كذا ستاند عبايات خليجي. بصوا احنا هنا موجودين قدام مسجد العاشر من رمضان، عبايات خليجي الاوبن 175 جنيه. انا شايفة ان حالتها حلوة. بصوا هتلاقوا موديلات اوبن، وهتلاقوا ملاحف، والاستندات دي موجوده طول ايام الاسبوع، علشان انا برضو شفتها يوم الاحد وصورت قبل كده مع الناس دي يوم الاحد. بصوا بقى استندات البناطيل الجينز. بصوا الوايت ليج هنلاقيه كتير البوي فريند. السلام عليكم. 220 جنيه قدام مسجد العاشر من رمضان، وطول ايام الاسبوع الاستندات دي موجوده. بصوا بقى الجينز الدرجات. بصوا البناطيل دي كلها جديده اهي بالتيكت مش مستخدمه، 230 جنيه بدرجات الجينز والوانه البوي فريند. بصوا بيج زيتي جينز بدرجاته، وفي مقاسات، وكل يوم موجودين قدام مسجد العاشر من رمضان. بصوا 200 جنيه كمان هنا. مفيش سكيني؟ مفيش سكيني. اللي عندك هو البوي فريند والوايت ليج. جاي بكره ب 100 جنيه. في سكيني جاي بكره بامر الله ب 100 جنيه. طب بقول لك ايه بقى، ادينا رقم تليفونك علشان في ناس بتحب الشغل ده. 011 تمام. 56 21 9592. بصوا يا جماعه حتى السكيني كمان جاي جديد بالتيكت مش مستخدم. يا باشا تمام ب 100 جنيه. قلت ب 100 جنيه ان شاء الله. يبقى في سكينه عنده متوفر بكره اللي هو يوم السبت، يعني فرصه لو نزلت يوم الاحد ان شاء الله هتلاقوه موجود عنده. وفي برضه ستاندات اهي ب 45 جنيه. بصوا يعني قطعه زي كده مقاس كبير حلو قوي، ولا فيها ديفو ولا حتى فتله منفوشه. انا شايفاها قطعه لقطه ومقاس كبير وموديل طويل وب 45 جنيه. الستاند ده يعني متنوع، شيميزات سن محير، مقاسات كبيره، عبايات خليجي، هاي ويست. بصوا هاي ويست ب 45 مقاس كبير. وفي هنا برضو ستاندات عندنا ب 65 جنيه. بصوا حالة اللبس عليها حلوة اهو، قدام محطة مترو ماسبيرو. في هنا ستاند ثمنه 25 جنيه. بصوا يعني قطعة زي كده تنفع سهرة خروجة بالليل حلوة ب 25 جنيه. في شيميزات كارو. بصوا بناطيل قطع فسكوس سن محير اهو. بصوا ب 25 جنيه. في هنا كمان ب 35 جنيه برضو لبس حلو قوي، مقاسات كبيره. في بناطيل هتلاقوا ده بقى كوليكشن بناطيل على بلوزات على بناطيل خروج على استريتشات. بصوا على سن محير، بس بيبقى فيه ديفوهات بسيطه قوي، يعني حاجه زي كده بفتله وابره بس كده، او مسدس شمع وهتلزقيه. واطفالي كمان حلوه القطعه دي اهي، في اطفالي ورا اهو. زي ما قلت لكم برده العربيات اللي عليها البرانيت والحزمه دي هتقابلنا كتير قوي في شارع 26 يوليو. في فروشات كمان بتبقى موجوده غير اللبس في شارع 26 يوليو. بصوا المحل ده هنا عنده ستاندات لبس كلها شبابي وجديده اهي، وكل حاجه على سعرها. اسمه الحسن يا جماعه. هتلاقوا بقى الرجالي موجود كتير هنا في شارع 26 يوليو بالتيكت. كل حاجه في الشارع هنا عليها سعرها. بصوا اطفالي ب 15 جنيه. شكرا. بصوا اشرطه وبناطيل جينز ب 15 جنيه. طبعا دي كلها مستورده اهي. هتلاقوا بناتي وموديلات خليجي، وهتلاقوا ماركات على الستاند ب 15 جنيه. وجيب جينز اهي هم مغطينهم علشان الشمس اهو ب 25. فانا اللي بطلبه منكم بقى ان انتوا لو نزلتوا الوكاله ما تزهقوش، لفوا الوكاله. الوكاله كبيره جدا ومليانه ستاندات لبس كتير جدا. وفي فروشات بتقابلنا برضو في الوكاله، سواء في شارع 26 يوليو او في شارع بولاق الجديد يوم الجمعه. فروشات للنضارات، الكابات اللي انتوا شفتوها وطواقي البحر.
بس انزلوا بدري يا جماعه. هنا استندات برضو 35. انا صورتها قبل كده بس النهارده معاه اطفالي، كان عنده حريمي. اسعار الاستندات دي كنت صورتها يوم الاحد، اسعاره مميزه جدا. بصوا 35 اهو حريمي واطفالي. نفس الكلام 35 عنده بناطيل. بصوا 35 اهو قدام محل سبورت في شارع 26 يوليو. عنده الحريمي كان بيبقى اكتر من كده يوم سوق الحد. بصوا انا انتقلت بس على الرصيف كده هصور لكم وانا ماشيه لان الشمس حاميه جدا. شارع 26 يوليو مليان استندات لبس كتير جدا يا جماعه. انت موجود يوم الجمعه ولا كل يوم؟ كل يوم هنا. بص هو موجود قدام اول مثلث ماسبيرو. طب قولي كده اسعار النضارات اللي عندك، يعني الستاند ده كده الاول نبتدي منه. ده حاجات 85. ده حاجات 85 اي حاجه. اي حاجه. واللي تحت ده 60 اي حاجه. تمام. اللي ورا ده تحت اي واحده 50. واي حاجه من اللي هنا 50 واللي جنيه. تحت 50. حاجات 60. الحاجات دي كل اللي تحت 50. واللي تحت ده كله خمسينات اهو. ماشي شكرا. في برضو بيصادف كده ان يوم الجمعه بنلاقي فروشات للطرح. بكام؟ ب 45. شايفه ان خامتها حلوه وسعرها حلو طبعا. 45 موجود برضو جنب فرشه النضارات قدام مثلث ماسبيرو. وهنا بكام؟ حالي كده. وهنا بكام؟ 35. وهنا ب 35 الشيفونات اهي. احنا كده لو كملنا لغايه اخر الشارع بقى هيقابلنا الاول شركه الكهرباء بيكون عندها لبس كتير جدا. هيقابلنا بعد شركه الكهرباء بنعدي بس ممر اللي في ظهر مستشفى الجلاء هنلاقي بقى استندات لبس كتيره جدا وخصوصا اللبس الاطفالي. والاسعار برضو عند مستشفى الجلاء بتكون حلوه جدا. دي كانت جولتي معاكم النهارده. خدت لكم جوله من اول زكي السماك في شارع 26 يوليو لغايه مثلث ماسبيرو. يا رب الفيديو ما يكونش طويل عليكم ويا رب تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الفيديو فضلا منكم وليس امرا ما تنسوش لايك للفيديو وشير لاصدقائكم. والناس الجميله اللي اول مره بتنورني اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.